استهدف تفجير انتحاري صباح اليوم الأحد حاجز سوتور التابع للنظام السوري قرب حديقة الكندي بشارع القوتلي في القامشلي شمال شرق سوريا. أسفر التفجير عن إصابة 5 مدنيين بجروح تزامن مع رشق متقطع للرصاص في الهواء. ونقلت بريس 23 عن أحد الشهود العيان أن انتحاريا فجر نفسه عند مدخل صالة مار جابرييل في محاولة منه الدخول للصالة لاستهداف المجتمعين. ومن جهة أخرى سيطرت قوات سوريا الديمقراطية قست على منطقة دوار الكتاب في المدخل الغربي لمدينة المنبج بعد اشتباكات عنيفة اندلعت بينه وبين مقاتلي تنظيم داعش مساء السبت أسفرت عن مقتل وإصابة العشرات من مسلحي التنظيم، فيما تزال الاشتباكات مستمرة حتى الساعة في المحور الغربي للمدينة متزامنة مع ترتيب طائرات التحالف الدولي غاراتها الجوية على تمركزات التنظيم داخل المدينة وعلى أطرافها، أدت لمقتل أبو حمزة الأنصاري أحد أمراء التنظيم مع عدد من مرافقيه داخل المدينة. هذا ويذكر أن قوات مجلس منبج العسكري تواصل توسيع رقعة تقدمها إلى الأطراف الجنوبية والشمالية لمدينة منبج وسط استمرار اشتباكات عنيفة مع مسلحي تنظيم الدولة الإسلامية داعش حتى الساعة.